ليه الصهاينة متمسكين بفلسطين؟ حسب الكتب بتاعتهم المحرفة فدي أرض الميعاد، الأرض اللي هتجمعهم كلهم، الأرض اللي هتجمع فيها اليهود من كل أنحاء العالم، ومن ناحية تانية موقعها الجغرافي واللي من خلاله هيقدروا يسيطروا على العالم. واللي بدأ الكلام ده واحد اسمه ناحو جولدمان، واللي قال إن اليهود ما اختاروش فلسطين علشان معناها التوراتي، ولا عشان البحر الميت الغني بالثروات المعدنية، ولا المخزون الفلسطيني من البترول، ولكن عشان فلسطين نقطة ارتكاز لكل قوى العالم. وبالكلام ده بنبتدي رحلة تهجير اليهود للأراضي الفلسطينية. كلنا عارفين ومؤمنين إن أرض فلسطين عربية، وإن العرب القدامى هم أول من سكنوها، وإن العبرانيين اللي جم من العراق استوطنوها مع سيدنا إبراهيم، ومن بعده سيدنا إسحاق وابنه سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل. وبعد كده يخرج سيدنا يعقوب وأهله لمصر علشان يعيش مع ابنه سيدنا يوسف، لحد ما تلف الأيام ويخرج سيدنا موسى ببني إسرائيل من مصر، وفي الآخر بني إسرائيل يدخلوا فلسطين على إيد سيدنا يوشع بن نون. وفي الفترة دي يحصل أحداث كتير ويظهر أنبياء كتير، ولكن ده مش موضوعنا دلوقتي. خرج اليهود من القدس تقريبا مرتين في العهد القديم، أول مرة على إيد نبوخذ نصر، وتاني مرة على إيد الرومان سنة 73 بعد ما عملوا عليهم 3 ثورات، وفي الآخر ينتشروا في كل بلاد العالم، ومنها طبعا الجزيرة العربية، خصوصا مدينة يثرب، واللي كانوا عارفين إن نبي آخر الزمان هيخرج من المدينة دي، علشان كده كانوا متمركزين في المدينة ومستنيين خروجه منهم لاتباعه. وفعلا النبي يظهر في المدينة، ولكن الصدمة إنه خرج من العرب مش من بني إسرائيل، ولذلك اليهود ما يتبعوش النبي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. في عدد كبير من اليهود ارتحلوا لأوروبا، وخلال تواجدهم هناك كانوا سبب في جرائم كتير وفساد الأخلاق، وكانوا سبب في نشر الفواحش والربا والشذوذ الفكري. وعشان كده الشعوب الأوروبية كانت رافضة وجودهم بينهم، ودايما كانوا بيطالبوا بطرد اليهود من بلادهم. وتعالوا احكي لكم عن مواقف الشعوب الأوروبية مع اليهود. سنة 1253 فرنسا تطرد اليهود من أرضها لأنهم كانوا بيخالفوا النظام الفرنسي، ومن هنا تبدأ عملية طرد اليهود من كل الدول الأوروبية. سنة 1306 يطردهم إدوارد الأول ملك إنجلترا، وبعد كده تطردهم فرنسا بشكل كامل سنة 1348، وسنة 1360 تطردهم دولة المجر، وسنة 1370 تطردهم بلجيكا، وسنة 1420 تطردهم النمسا، وسنة 1444 تطردهم هولندا، وسنة 1492 تطردهم اسبانيا مع المسلمين، وده تاريخ سقوط الاندلس، وبعد كده تطردهم البرتغال وايطاليا. وبعد كل ده يرجع يتسلل اليهود للدول الاوروبيه مره تانية، ومع بدايه سنه 1600 قدر اليهود يثبتوا رجليهم في انجلترا، ويقدروا ان هم يدخلوا المجر سنه 1500، لكن ينطردوا منها سنه 1852. ونفس الكلام يحصل مع سلوفاكيا وليتوانيا. وعشان كده وجودهم في فلسطين ما كانش صدفه، ده كان امر مدروس ومرسوم من الدول الاوروبيه. اوروبا كانت عايزه تتخلص منهم باي شكل من الاشكال، وكان في اقتراحات لاقامه دوله يهوديه زي الارجنتين واوغندا، لكنهم يختاروا تهجير اليهود لفلسطين. ونيجي للحمله الفرنسيه اللي كانت بقياده نابليون بونابرت، واللي كانت سنه 1799 وكانت على مصر وسوريا. وقتها يقترح نابليون باقامه دوله لليهود في فلسطين، وكان نابليون بونابرت اول زعيم او شخصيه قياديه اوروبيه تقدم الاقتراح ده. بدات دعوه تهجير اليهود لفلسطين تزيد وتنتشر في القرن ال19. الدعوات اللي كانت خارجه من اوروبا علشان تستغل حاله الضعف اللي كانت فيها الدوله العثمانيه، وتتعرف الدعوه وقتها باسم المساله الشرقيه. وبدا زعماء اليهود في اوروبا يروجوا لحل المساله الشرقيه، زي واحد اسمه اللورد شاتسبوري، واللي دعا لحل المساله الشرقيه بتهجير اليهود لفلسطين، وده عن طريق دعم الدول العظمى في اوروبا وقتها. وساعده واحد اسمه بالمرستون، وده كان وزير خارجيه بريطانيا وبعد كده رئيس وزرائها، واللي عين اول قنصل انجليزي في القدس سنة 1838، وكلفوا بمنح الحماية الرسمية الإنجليزية لليهود في فلسطين. وكان من ضمن الناس اللي طلبت من الدولة العثمانية إنها تسمح بتهجير اليهود لفلسطين، وطبعا ده عن طريق السفير بتاعه اللي كان موجود في الدولة العثمانية. وفي نص القرن ال19 تظهر حركة جديدة تغير العالم، الحركة اللي تتعرف بعد كده بالحركة الصهيونية، واللي هدفها في الأساس السيطرة على الأراضي الفلسطينية. ومؤسس الحركة دي واحد اسمه تيودور هيرتزل، وده هنتكلم عليه قدام شوية.
لكن في واحد تاني اسمه لورانس إليفانت، ده نشر كتاب اسمه أرض جلعاد، اقترح فيه إنشاء مستوطنة يهودية في فلسطين وتكون تحت السيادة العثمانية بحماية إنجليزية. ويظهر واحد تالت اسمه مونتفيوري، ده حاول يأجر 200 قرية في منطقة الجليل ومدة الإيجار 50 سنة مقابل 20% من إنتاجية القرى. لكن الحاكم المصري وقتها رفض الاقتراح ده. مونتفيوري ينجح إن يشتري أراضي في فلسطين من الدولة العثمانية، الأراضي اللي كانت جنب القدس ويافا، ويحاول إنه يسكن فيها عائلات يهودية. لكن الحركة دي فشلت بعد ما ترفض الدولة العثمانية تهجير اليهود للأراضي الفلسطينية. طبعا ما ننساش الدور اللي لعبته عائلة روتشيلد، واللي كانت عائلة يهودية بتتحكم في الاقتصاد العالمي كله، وكانت بتدعم الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بكل الطرق الممكنة. وما تنساش إن وعد بلفور سنة 1917 كان لعائلة روتشيلد أصلا. ونيجي بقى لتيودور هيرتزل. مع كل مشاهير اليهود اللي سعوا لسرقة فلسطين لازم نقف عند الشخصية دي وكمان نعرف الناس بيها. تيودور هيرتزل أبو الصهيونية العالمية. اتولد بنيامين زئيف هيرتزل في مدينة بودابست المجرية سنة 1860. سنة 1878 ينتقل لفيينا علشان يدرس المحاماة، وبعد ما يخلص دراسة يشتغل في الأدب والصحافة. لحد هنا والقصة عادية جدا. صحفي يهودي عايش في أوروبا مش عاجبه أوضاع اليهود في أوروبا، وتحصل حادثة تقلب حال هيرتزل. الحادثة اللي اسمها في التاريخ قضية داريفوس. داريفوس ده كان ضابط يهودي في الجيش الفرنسي واتهم بالعمالة والخيانة للجيش الألماني، وفي الوقت ده ألمانيا كانت عدوة فرنسا، وطبعا التهمة كانت تسريب أسرار عسكرية للجيش الألماني مقابل المال. داريفوس ياخد حكم بالسجن مدى الحياة، لكن مع التحقيقات يكتشفوا انه بريء. وسنة 1906 يخرج من السجن ويرجع تاني للجيش الفرنسي، ويفضل في الجيش لحد ما يخدم في الحرب العالمية الأولى. القضية دي كانت منعطف تاريخي في حياة هيرتزل، لأنه كان شايف ان أوروبا كلها ضد السامية، وبدأ يشجع اليهود بمقالاته على إقامة دولة مكان يتجمعوا فيه بعيد عن أوروبا. وعمل مؤتمر لليهود في بازل السويسرية سنة 1897 وسماه المؤتمر الصهيوني الأول. وكان شعار المؤتمر العودة إلى صهيون، وصهيون ده جبل في مدينة القدس الفلسطينية. حضر المؤتمر ده 204 يهودي، 117 يهودي مثلوا جمعيات صهيونية مختلفة، و70 يهودي حضروا من روسيا لوحدها. المهتمين بالصهيونية كانوا شايفين ان المؤتمر ده حجر الأساس، لأنه كان أول مرة يجتمع اليهود كلهم تحت راية واحدة. وبعد المؤتمر يبتدي اليهود في تنفيذ برنامجهم الإجرامي، بدأوا في تهجير فقراء اليهود الموجودين في أوروبا لفلسطين وتعليمهم الزراعة والصناعة على الأراضي المغتصبة. وهيرتزل كان عارف انه قبل ما يبتدي كان لازم له حماية، ودور على الحماية دي في الدول الكبرى زي انجلترا وفرنسا والمانيا. وطبعا قدم ملايين لشراء فلسطين من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، واللي كان رافض تماما للامر ده. سنة 1904 يموت هيرتزل في المجر بعد ما سخر حياته كلها في خدمة اليهود والصهيونية. وبالرغم من انه عمره ما زار فلسطين ولا اتكلم العبرية، ولكنه يعتبر المؤسس الحقيقي للكيان الصهيوني. وتبدأ تنتعش حركة تهجير اليهود خصوصا بعد الاحتلال الانجليزي لفلسطين، واللي كان مصاحب لوعد بلفور سنة 1917. وتبدأ انجلترا في تهويد فلسطين وتسهل كل طرق شراء واغتصاب الأراضي من أهل البلد. بعد الثورة البلشفية هرب عدد كبير جدا من اليهود الروس لفلسطين، حوالي 35 ألف يهودي مهاجر من روسيا. وبعد كده أمريكا تصدر قانون يحد من قبول المهاجرين واللاجئين، فهاجر لفلسطين 62 ألف يهودي. وقبل الحرب العالمية الثانية يهاجر من أوروبا لفلسطين 174 ألف يهودي، علشان يوصل عددهم ل 370 ألف يهودي. من النص الثاني في القرن ال19 بدأ الشعب الفلسطيني يحس إن في حاجة غلط بتحصل، وتقوم كذا ثورة ضد الاستيطان أولا، وبعد كده الاحتلال الإنجليزي والاستيطان اليهودي، لحد ما نوصل لسنة 1936 وتقوم ثورة فلسطينية ضد اليهود والإنجليز في القدس بسبب إجبارهم الدائم على بيع أراضيهم وتوطين اليهود فيها. وطبعا كل ده غير هجرات اليهود العرب لفلسطين. ونوصل بقى لسنة 1948 هنلاقي عدد اليهود المهاجرين وصل ل 650 ألف يهودي. أهل فلسطين ما كانوش ساكتين عن الوضع ده، وزي ما قلنا حصلت أكتر من ثورة على التوطين الإجباري لليهود. وقتها تخرج بريطانيا باقتراح إنها تقسم فلسطين لثلاث أقسام، وده الاقتراح اللي رفضه العرب. فبريطانيا تحول القضية للأمم المتحدة، واللي بدورها تعمل اجتماع سنة 1947، وكانت نتائجه انتهاء الانتداب الإنجليزي وتقسيم فلسطين لدولتين، دولة عربية ودولة صهيونية.
الفلسطينية وقررت تدويل مدينة القدس. طبعا القرار ده رفضه العرب وتحول الأمر لثورة عربية فلسطينية، وبدأ الكفاح المسلح ضد قنصليات الدول اللي كانت موافقة على قرار التقسيم. وزي ما احنا عارفين وصل الأمر لحرب 48 واللي اتهزمت فيها الجيوش النظامية العربية قصاد العصابات الصهيونية، والسنة اللي اتسمت في فلسطين بعام النكبة. ومن أول يوم ولحد النهاردة الفلسطينيين رافضين يتخلوا عن أرضهم. طب إيه بقى قصة الفلسطينيين باعوا أرضهم؟ في كتب وأبحاث كتيرة شرحت الحكاية دي، بس هحاول أحكيها لكم بأبسط طريقة ممكنة. بص يا سيدي، يقال إن اليهود اشتروا من الفلسطينيين أقل من 1% من الأراضي الفلسطينية، وإن كل الأراضي اللي خدوها اليهود بكل الوسائل القذرة كانت 8% من الأراضي الفلسطينية. وكان الفلسطينيين متمسكين بكل أرضهم لحد حرب 48 واللي وصلت ل 92% من الأراضي الفلسطينية. الحقيقة بتقول إن الأراضي اللي خدوها اليهود كانت منحة إنجليزية، وكان أول مندوب سامي بريطاني في فلسطين كان يهودي متعصب، وكان هو واللي جه بعده بيوزعوا الأراضي الفلسطينية على اليهود مجانا من غير أي مقابل. وفي الفترة دي كان في عائلات إقطاعية اللي هي عائلات غنية من سوريا ولبنان موجودة في فلسطين، وكان ليهم أراضي هناك، فيسافروا وبعد كده لما يجوا يرجعوا لفلسطين تمنعهم قوات الاحتلال الإنجليزي من دخول فلسطين مرة تانية، خصوصا بعد اتفاقية تقسيم المنطقة واللي اتسمت في التاريخ باتفاقية سايكس بيكو. طبعا العائلات دي ما تقدرش ترجع أراضيها مرة تانية، فتضطر تبيع الأراضي دي للمحتل الإنجليزي، واللي بدوره بيديها هدية أو بيبيعها بسعر قليل لليهود والصهاينة. ده غير العائلات الإقطاعية التانية اللي باعت أراضيها تحت إغراء المال. وفي فلسطينيين باعوا تحت تهديد الخوف والإرهاب، وهنا بقوا خونة في نظر الشعب وتعرضوا للاغتيال واتقتل اغلبهم. ومش عايز اقول لكم ان قصه الفلسطينيين باعوا ارضهم كانت اشاعه من صنع اليهود والانجليز. كل الدعم والتحيه لاهلنا في فلسطين اللي صامدين قصاد العدو باقل الامكانيات. خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد.